أنا كفاية وقت يا شيخ لما قار باجتي كهذا الشيء مقال كاس ما أنت أنا كوسب وخلني ورئيسي إنه آكل دريه وعن شعله إن بالشيء سوي نقول على السم مقال كاس ما دامه أي بالشيء سوي نقول عليه سلا هيدنا sidee u dhici kartaa sidee u dhici kartaa waqtiga nidigu mu nooleen culimada Soomaaliland qaar ka mid ah culimada Soomaaliland arrinkaasi ay waxsan waxa ka leeyahay qisadan waa qiso waaqici waqti dambana dhacday mucjisooyinka iyo xayaatada ambiyada bayna ku tacalluqdaayo waxaad ogtahay oo kitaabta xusaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam in badan kadib nabi Muuse iyo suuratu subhan tilmaamaysaa in nabigi iyo nabi Muuse sallallahu alayhi wasallam iyo ambiyadii oo dhan uu ku tukiyay nabiga Baytul Maqdis oo caano dadku wada yaqaanaan ambiyadaas iyo nabigana waxa u dhaxeeyay qarni aan inaba caadi ahayn sida daraadeed waqtiga ambiyadii maadaama barta ku wada tukanayeen oo nabigu uu marba sima ku sii maray oo nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam waxaan sii maray nabi Muuse oo ku tukanaya Allahumma salli ala sayyidil wujud qabrigiisa ku tukanayaan sii maray waxaan leeyahay ambiyadu imikada lafteeda soo bixi kartaa dadkana daweyn kartaa qisadana waxa u raacaysaan 5 sheekh iyo 6 sheekh oo wax 10 sheekh ka badan ayaa wax ka yiri oo qoray waxna ka yiri oo YouTube ka wada heleysaan waxa lagu qorayaa qisatu masiixiyatin tunaadi ayna anta ya Muhammad qisadii waxa weeyaan masiixiyadii ku dhawaaqaysay nabi Muhammad oo kumee kadibna mashaayikh caana oo ciida ka badan ba YouTube-da ka heleysaan ku jirta Google ka laftiisa ku qori kartaan qisatu masiixiya ayna anta فكان من عادتهم ان هم بيضربوا نار فين في الهواء فجت طلقة طائشة في رأس فتاة أدت إلى النزيف في نص الراس الفتاة دي منين من عائلة مسيحية على أرض لبنان جرت الأم وجرت العائلة على أكبر مستشفى في لبنان واجتمع الأطباء وكان هناك طبيبان أمريكان هنا والبنت في غرفة العمليات صرخت الأم وقالت أين أنت يا محمد أنت فين أتباعك الذين يحتفلون بمولدك قتلوا ابنتي أين أنت يا محمد وإذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ استجابة للمسيحية بل إكراما لسيد البشرية سيدنا محمد طلعوا من غرفة العمليات يا مولانا قالوا لها مش عارفين نعمل حاجة النزيف وصل المخ طب والحل قالوا لها تعالي ودعيه الحقيه دخلت وكانت المفاجأة قلت لك ما عندكش ثقة في الله خلي عندك ثقة في الله رب العالمين ساعة ما امها دخلت بتقدم رجل وترجع رجل إذا بابنتها تصرخ وتقول لها بأعلى صوتها يا أمي يا أمي امسكيه لا تدعيه يخرج اوعي تسيبيه يطلع اقفلي الباب امسكيه لا تدعيه يخرج فاقتربت من ابنتها وقالت ماذا تقصدين يا ابنتي مين اللي بتقول امسكيه مين اللي مش عايزه يخرج قالت محمد محمد من محمد إنه محمد رسول الله قد أتى الآن ووقف ووضع يده على رأسي فتوقف النزيف وامتلأ الجرح فقالت المرأة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأسلم كل من في المستشفى لله رب العالمين وشهدوا بالرسالة لسيد النبيين بل دخلت العائلة في الإسلام إذن نبينا محمد ما أعظمه ما أنقاه. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم حديث قد يصدقه البعض وقد يكذبه البعض، ولكن حديث الصدق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، وأن هناك
تجليات لأولياء الله الصالحين، وخاصة من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة روتها لي والدتي رحمة الله عليها، وغفر الله ذنبها وأدخلها الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغفر الله سبحانه وتعالى جميع ذنوبها، فإنها حجت بيت الله الحرام مرتين، وحجت مع أخي الأكبر على نفقته الخاصة، أخلف الله سبحانه وتعالى عليه وجعل ما أنفقه في حج والدته خيرا يعود عليه بإذن الله تعالى. قالت والدتي بأنها كانت تعاني من صداع شديد في رأسها، وذهبت إلى عدة أطباء وأخذت بعض الأدوية، ولكن الصداع لا زال مستمرا في رأسها، وكانت لا تنام الليل. وكانت والدتها وهي جدتي رحمة الله عليها كانت من الصالحين، وكانت من أهل القرآن، وكانت جدتي من والدي رحمة الله عليها، كانتا تجلسان عند رأس والدتي، وكانت تنام على السرير وهي نائمة في حالة يقظة. فقالت جدتي لوالدتي: يا ست طهرة، ضع يدك على رأسها وادعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها هذا البلاء وهو الصداع. فضحكت والدتي بأنها أخذت في غفوة من النوم بين اليقظة والنوم، فعلمت جدتي لوالدتي بأن والدتي في حالة نوم، فأخذت جدتي من والدي وخرجت من الغرفة وأغلق على والدتي الغرفة. تقول والدتي: وجدت سيدة يدها يد صغيرة، الوجه النور في وجهها، رأت نورا في وجهها، ودخلت عليها وقالت ورمت عليها السلام وقالت لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فذهبت فوضعت يدها على رأس والدتي، ثم قرأت لها الفاتحة. وعندما انتهت من قراءة الفاتحة خرجت من الغرفة، فنادت والدتي على جدتي وهي والدتها، فجاءت مسرعة إليها وقالت لها أن هناك سيدة طاهرة قصيرة يشع النور في وجهها دخلت علي الغرفة وكأنني كنت نائما وبين مستيقظة، وقرأت الفاتحة على رأسي، وأنا الآن لا أشعر بالصداع، وذهب عنها الصداع طوال حياتها ولم تشعر بهذا الصداع. فهذا حديث صدق، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والأولياء يعلمهم الله سبحانه وتعالى، ولهم تجليات ونفحات ربانية. سيدة مسيحية تنادي: أين أنت يا محمد؟ أمتك قتلت ابنتي. وهم يحتفلون بيوم مولدك، فكان الجواب أسرع من النداء. هذه الحادثة حدثت في سوريا، ويقال بأنها في مدينة صيدا جنوب لبنان في عام 1953. كالعادة كان هناك عيد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بها المسلمون، ومن شعائر الاحتفالات في لبنان إطلاق النار في الهواء، وهي عادة معروفة وقديمة في ذلك الوقت. فسقطت رصاصة طائشة على رأس فتاة نصرانية من عائلة تسمى عائلة غطاس، وهي عائلة معروفة في تلك المدينة. سارع أهل المنطقة سارع الأهالي بأخذ الفتاة إلى مستشفى الدكتور غسان محمود، ولكن الأطباء عجزوا عن شفاء هذه الفتاة، وقالوا لأهلها انقلوها فورا إلى مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت نظرا لخطورة حالتها. وعلى الفور تم نقل الفتاة إلى مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، واجتمع أشهر أطباء لبنان مع طاقم طبي أمريكي لمعالجة الفتاة، ولكن الثقب في الرأس كان أقوى منهم، والنزيف بدأ يتزايد حتى عجز الأطباء، وأصابت خيبة أمل الأسرة، فهرعت الأم بالنداء وهي نصرانية: أين أنت يا محمد؟ أين أنت يا من يسموك الرسول المسلمين؟ تعال وشاهد ماذا فعلت أمتك بابنتي. وهي تنهمر دموعها دون توقف وتقول: لقد قتلوا المسلمين ابنتي ليحتفلوا بولادتك يا رسول الله. وفي نفس اللحظة كان الأطباء داخل غرفة مع الفتاة يرشحون أحد الأطباء ليخرج إلى الأم ويقول: لا ادخلي وودعي ابنتك بآخر نظرة، فابنتك مفارقة للحياة لا محالة. بدأت الرعشة في جسد الأم على الأقدام، ما عادت تتحمل الجسد، تتقدم ببطء شديد،
فالأمر شديد على الأم، واللحظات الأخيرة فتحت الأم باب الغرفة، وكانت المفاجأة. البنت تصرخ وهي جالسة على سريرها في الغرفة: اغلقي الباب يا أمي، اسرعي اسرعي يا أمي ولا تدعيه يخرج، يا أمي اسرعي أمسكيه لا تدعيه يخرج. الأم تقف عن الكلام مصدومة من الموقف. فما هذا؟ من المقصود؟ كيف صحت البنت من غيبوبتها ونطقت؟ أسئلة كثيرة دارت في مخيلة الأم في ثواني، ولحظات قليلة قالت الأم: يا ابنتي، من بدي أمسك؟ من الذي تريدين أن أمسكه؟ عن من تحكي يا ابنتي؟ وكان الجواب الذي صدم الأم وجميع الموجودين أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمي، دخل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفتي ووضع يده على رأسي، فذهب الجرح وذهب الدم. وعندما فتحت الباب خرج يا أمي، فنطقت الأم الشهادة، ونطق جميع الموجودين في لحظتها، وأسلمت عائلة غطاس في صيدا بأجمعها، وأسلم طاقم كامل من أطباء الأمريكان. فهذا هو دين الإسلام. من أم مسيحية نصرانية قالت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلبى النداء. ومعظم أهل لبنان يعلمون بهذه الحادثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.